صباح الخير. طبعا انت اول ما تشوف الشارع ده على طول تعرفه. هو شارع الغورية طبعا. يعني قليل منا يعلم ان اسم الغورية ده ينسب الى السلطان قنصوة الغوري اللي هو توفى سنة 1516 في معركة مرج دابق ضد العثمانيين في شمال حلب في سوريا. لان هو الشارع بيبدأ بالمجموعة بتاعت الغوري اللي فيها قبة ضريحية ووكالة وخنقاو وجامع ومدرسة. انما هو شارع احنا كلنا عارفينه، لانه مين اللي ما جاش شارع الغورية وكل البنات اللي بتتجهز يعني بتيجي شارع الغورية، وكل الاسر جت شارع الغورية، لانه المحلات مشهورة جدا، ومفيش يعني شارع تاني في مصر بيبيع نفس المنتجات بنفس الكثافة والكميات الا هنا في شارع الغورية. انما قليل جدا منا يعرف ان الشارع ده هو الجزء الثاني من المعز لدين الله الفاطمي، او الجزء الجنوبي من شارع المعز لدين الله الفاطمي، لانه هو ده اقدم شوارع القاهره. يعني انت عندك الجزء الشمالي اللي بيبدا بفتوح باب النصر، بينتهي بشارع الازهر، بس ما بيخلصش الشارع، بيتقاطع مع شارع المعز. تكمله شارع المعز هو اللي احنا بنسميها شارع الغورية. الشارع له أهمية كبيرة جدا، يعني غير ان هو اقدم شوارع القاهرة. في طبعا حاجات مهمة جدا، يعني الجامع اللي احنا شايفينه ده اللي هو اللي جاي على الشمال ده اسمه جامع الافخر الفكهاني. انت بتتكلم تقريبا في 1150 ميلادية، تقريبا 513 هجرية. اللي هو المماليك كانوا بيسموا الجوامع بتاعتهم كده بهذه الصفة افعل، لانه الاقمر والافخر. الجامع ده عمله الظاهر بامر الله ابن الحافظ لدين الله. الجامع بيعتبر من الجوامع المهمة جدا، تم تجديده كذا مرة لأن يشبك من مهد جدده. بعد كده اتبهدل نظرا للإهمال، وبعد كده جاء أحد تجار الفاكهة الكبار جدا ورممه، بس كان ترميم كويس قوي يعني، فلذلك سمي جامع الفكهاني. بعد كده تم إضافة واحد اسمه أحمد كتخوضة المستحفظات الخربوطلي سنة 1740، عمل اللي أنت شايفه على الناصية ده اللي هو السبيل، وفوقيه الكتاب. بس هو له مدخلين، مدخل من الشارع الرئيسي اللي هو الغورية، وفي مدخل من الحارة اللي هي قبل الجامع على طول، اسمها حارة حوش قدم. حوش قدم معناه السعادة أو وش السعد. وطبعا لما نتكلم على حوش قدم بنتكلم بقى على احمد فؤاد نجم والشيخ امام عيسى وكل الفنانين وكل الناس قعدت في الشارع ده، لان هو ده المكان اللي اتولد فيه الناس المهمه دي والناس الجميله دي. فالجامع في حاجه لطيفه جدا موجوده فوق الباب المدخل الرئيسي، تلاقي في اوضه كده، ودي اوضه راحه المؤذنين. هم كانوا دايما 5 مؤذنين، كان كل واحد بيقعد فيه لغايه ما يؤدي عمله يعني. والجامع ده فيه بعض المحلات من تحت خلته يدخل تبع الجوامع المعلقه. مش بس هو المكان الوحيد المهم، لان انت شايف قدامك دلوقتي مثلا سبيل محمد علي. سبيل محمد علي ده احنا بنسميه سبيل محمد علي بالعقادين، عشان نفرق بينه وبين سبيل محمد علي اللي موجود في النحاسين في الناحيه الثانيه من شارع المعز لدين الله الفاطمي. حاجه رائعه من الرخام الابيض وفوقيه قبه. وانت عارف طبعا إن لما جم العثمانيين كان دايما السبيل بيبقى فوقيه كتاب، زي بتاع احمد مستحفظان الخربطلي. الراجل العثمانيين قال لك لا، اذا كان في مدرسه والحقوا هذا السبيل بمدرسه فخلاص ما فيش داعي ان احنا نعمل كتاب. الراجل ده عمل السبيل تذكره لروح ابن طسم الذي توفى في حربه ضد الوهابيين بالسعوديه. تستمر في الشارع وتستمر الحكايات بتاعة الشارع، إنما ينتهي الشارع بضرة الشارع، الحاجة الأجمل اللي موجودة في الشارع. طبعا أنت شايف دلوقتي المئذنة، وهي أحد مئذنتين، والناس تقول لك إن دول مئذنتين بتوع باب زويلة. باب زويلة باب دفاعي معلهوش مئذنة يعني. المئذنتان هم مئذنتين جامع المؤيد شيخ. المهندس بتاع الجامع ما حطش المئذنتين فوق الجامع، حطهم فوق باب زويلة، لانه باب زويلة طبعا اقدم حاجه موجوده في الشارع ده، لان هو الجزء او الباب من البابين اللي هو كانوا موجودين في الناحيه الجنوبيه من الشارع ده جامع المؤيد شيخ اللي هو رابع ملوك المماليك الجراكسه. حكم 8 سنين بس، ودول المئذنتين بتوع الجامع. حكم 8 سنين بس، ولكن يعني طبعا عمل حاجه ضرت او فخر العماره المملوكيه الجركسيه. الراجل ده اللي جه مصر هنا تقريبا سنه 1375 تقريبا، والراجل ده الجامع بتاعه المقريزي قال فيه ان هو الجامع لمحاسن البنيان. الراجل ده عمل جامع رائع الشكل. كان في الاصل كان مسجون في سجن كان اسمه خزائن شمائل، بيعود الى علم الدين شمائل الحموي اللي كان والي القاهره سنه 1218. وهو في السجن قال ان هو لو طلع هيبني جامع مكان السجن، وقد كان. طبعا انتم شايفين المخرصات وشايفين المدخل الجميل، بكل حتى الباب النحاس المكفت بالفضه زي ما انت شايف.